بدأت أصداء طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع في حكومته يعلو صداها. فبعد يوم من طلب المدعي العام باتت النرويج أول دولة أوروبية تهدد بتنفيذ الاعتقالات إن صدرت عن المحكمة. أصداء دفعت المسؤولين الإسرائيليين الحاليين والسابقين لإعلان رفضهم تحرك خان، مؤكدين أنهم لا يعترفون بولاية المحكمة، كما اعتبروها تعادي السامية، ودعوا حلفاء تل أبيب إلى وقف تمويلها بل وتفكيكها، وشددوا على ضرورة تصعيد الحرب في غزة. أما من جهته وزير الخارجية النرويجي فقال إن المحكمة هي التي تقرر ما إذا كان سيتم إصدار مذكرات اعتقال أم لا، مضيفا أنه إذا صدرت مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وجالانت نيابة عن المحكمة من لاهاي فستضطر بلاده إلى اعتقالهما إذا وصلا إلى النرويج. ليرد عليه جالانت على ذلك بالقول أنه لا يحق لأي دولة انتقاد إسرائيل، فيما وصفت صحيفة يدعوت أحرنوت الإسرائيلية ما اعتبرته تهديدا من النرويج بالفارغ، نظرا لأنه لن يقوم قريبا أي رئيس وزراء أو وزير دفاع إسرائيلي بزيارة النرويج. كما وصفت الصحيفة النرويج إلى جانب أسبانيا وإيرلندا بأنها من أكثر الدول عداء لإسرائيل في أوروبا، وقالت أن علاقة النرويج والكيان الغاصب وصلت لمستوى غير مسبوق. من جهة أخرى كشف كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن جانب من الضغوط والتهديدات التي تعرض لها من قادة غربيين عقب طلبه إصدار مذكرات الاعتقال، حيث قال خان إن عددا من القادة تحدثوا معه عقب قراره الأخير، فيما وصف تعليقاتهم بشأن ذلك بالوقحة. خان الذي قال أن المحكمة الجنائية وجدت من أجل دعم الفئات الأكثر ضعفا وأنها تدافع عن حق كرامة الأفراد وحماية الأطفال، شدد أن هذه التهديدات لم ولن تثني المحكمة عن المضي قدما، وأنها تفعل ما يجب عليها أن تفعله. وفي سياق مختلف تتحدث الأوساط الإعلامية عن اعتراف أسبانيا والنرويج وإيرلندا بدولة فلسطين وما سيعكسه ذلك على مسار القضية، بالتزامن مع ما يصدر من الاحتلال من تصعيدات تجاه الأراضي المحتلة. ولكن في المحصلة ذلك الكيان الغاصب الذي عاث في الأرض فسادا منذ زمن بعيد يبدو أنه بدأ يدون خطوط نهايته، وكأن غزة هي آخر المسامير في نعشه.